الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. مرة أخرى تصدر عبد الله أوجلان وحزبه وجماعته الإرهابية المشهد الإعلامي من خلال ما يقال ويشاع عن التسوية السلمية ما بين عبد الله أوجلان وقيادة حزبه في جبال قنديل من جهة، والاستخبارات التركية والحكومة التركية من جهة أخرى. وهذا المسعى أو هذه التسوية التي وصلت إلى مرحلة سن قانون في البرلمان التركي والتصويت عليه. وهذا القانون في المادة الأولى والمادة الثانية يقر بأن حزب العمال الكردستاني وكل التفريخات وكل التفاصيل التابعة لهذا الحزب، تفاصيل في سوريا، تفاصيل في العراق، تفاصيل في أوروبا وبلدان المهجر، هي منظمة إرهابية منذ لحظة التأسيس، منذ لحظة تأسيس هذا الكيان السياسي الذي كان مشبوها، مثار الكثير من الشبهات والانتقادات، والآن يعني خلاص هذا المرسوم قطع الشك باليقين. ولماذا؟ لأنه أوجلان نفسه ضالع في صياغة هذا القانون الذي يقول في المادة الأولى والثانية أنه حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، والبرلمانيين اللي الموجودين في البرلمان التركي التابعين لحزب العمال الكردستاني، حزب السلامة والديمقراطية والشعوب يعني اسمه طويل شوي، دم بارتي، وقع على هذا القانون. يعني الأوجلانيين أو الآبوتشيين أو الخابوتشيين المتواجدين في البرلمان التركي بشكل رسمي أو الجناح الرسمي لحزب العمال الكردستاني وقع على هذا القانون، وهو عندما كان مشروع قانون وصوت عليه في البرلمان التركي. ولا يمكن لهؤلاء أن يصوتوا إلا يعني بأمر من أوجلان ومن جبال قنديل. إذن خلاص الموضوع انتهى. يعني حزب العمال الكردستاني برأسه ومؤسسه عبد الله أوجلان وبقيادته الموجودة في جبال قنديل وبالبرلمانيين الذين يمثلون هذا الحزب في البرلمان التركي اتفقوا أجمعوا على أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وبالتالي بعد هذا الاعتراف، والاعتراف سيد الأدلة، من يقول عن حزب العمال الكردستاني إنه منظمة إرهابية وكل التفريخات والاستطالات والاشتقاقات الإعلامية والسياسية التابعة لهذا الحزب مشمول بهذا القانون. هذا أي شخص يقول عن حزب العمال الكردستاني بمنظمة إرهابية لا حرج عليه. لماذا؟ لأنه زعيم الحزب ومؤسسات الحزب أقرت بأنه هي الحزب منذ لحظة التأسيس طبقا للبند الثاني في هذا المرسوم أو في هذا القانون الذي يعني جرى تمريره في البرلمان التركي، هو منظمة إرهابية. أيا تكن يعني مؤسسات، أشخاص عملوا أو يعملون ضمن هذا التنظيم فهم إرهابيون. هذا القانون يشمل الضحايا، يعني حتى اللي فقدوا حياتهم، شهداء القضية وشهداء كردستان، كلهم يعني منذ لحظة التأسيس ونص البيان واضح يعني. سأعود إليه في فيديو خاص ومستقل. الآن سأحاول أن أقرأ عليكم مقال كتبته، أنه الكثير من الأخوة العرب يعني يشتبهون أو يشككون في الموقف من حزب العمال الكردستاني، أنه زعيم كردي ومعتقل ومن كل هالقصص هاي. طبعا
مخدوعين بسردية حزب العمال الكردستاني، وهذا الأمر موجود حتى يعني بدأ يستشري ضمن بعض الأوساط المصرية، لأنه حزب العمال الكردستاني بيشتغل في القاهرة وله مكتب في القاهرة تحت مسميات أخرى، تحت مسميات أخرى، قوات سوريا الديمقراطية، مركز جينولوجيا، مركز ما بعرف شو، كل الحراك المعروف والمكشوف الإعلامي والمدني التابع لحزب العمال الكردستاني الآن طبقا لهذا القانون الذي صاغه عبد الله أوجلان ولم يعترض عليه حزبه ولا قيادة حزبه في أوروبا ولا في البرلمان التركي ولا في جبال قنديل. كل الاستطالات والتفريقات الموجودة والتابعة لحزب العمال الكردستاني هي موصومة بالإرهاب. الذين يعني يشككون في هذه الانتقادات و يعني مخدوعين بسردية هذا الحزب عن أنفسهم وعن زعيمهم وعن تنظيمهم، يتساءلون أنه كيف ذلك، يعني ماذا قدم حزب العمال الكردستاني لتركيا، ما هي الإنجازات، وضحى بحياته عبد الله أوجلان، وهم لا يعلمون تفاصيل الأمور. عندما أشرحها طبعا أنا أعلم أنه الكثير من الكلام يصل إلى المثقفين العرب عن هوشنغ غوثي، يصل إلى الصحفيين السوريين أو المصريين، أنه سابقا كانوا يقولون عني أنه عميل للأتراك، بعدين صاروا يمرروا أنه عميل للأمريكان، بعدين يعني مستويات كثيرة من التضليل الذي سقط فيه الكثير، يعني أو البعض، مش الكثير، لا البعض من المثقفين العرب. لماذا؟ لأنه هوشنك ينتقد أوجلان. أنا لا أعترض على حل حزب العمال الكردستاني، وليس لدي يعني وأنا بالضد من الحرب ومن الدماء وإراقة الدماء، وأصلا أنا كنت ضد سلاح حزب العمال الكردستاني لأنه يريق دماء، لكن منهج حزب العمال الكردستاني، سلوك حزب العمال الكردستاني، طروحات حزب العمال الكردستاني الاستسلامية، يعني يراد بها أن تصبح دستور وقدر ومصير الشعب الكردي، النموذج لحل القضية الكردية في منطقة الشرق الأوسط. يعني هذا الاندماج الحقير المهين، هذا الاندماج غير معمول فيه حتى في أوروبا. برامج الاندماج الموجودة في أوروبا لا تفرض على اللاجئ أو النازح أو المهاجر هذه القسوة في أنه أن يعتبر نفسه إرهابيا. هذا القانون الذي سأعود إليه في مكان آخر أو في فيديو آخر يلزم كل من يريد أن يندمج في الدولة التركية من أنصار ومؤيدي والتابعين لحزب العمال الكردستاني أن يصف نفسه بالإرهاب ثم يندمج. يعني هذا سلوك لم تفعله إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية. وأيضا المقارنات مهمة في هذا الإطار. منظمة التحرير الفلسطينية لم تقل عن نفسها بأنها منظمة إرهابية منذ التأسيس والنشأة. ياسر عرفات لم يقل عن نفسه بأنه إرهابي، على العكس تماما. إسرائيل كانت تقول عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن ياسر عرفات بأنه إرهابي ومنظمة إرهابية، وتراجعت إسرائيل عن إطلاق هذه الأوصاف على عرفات والزعيم الفلسطيني الكبير والمناضل الفلسطيني الكبير. لكن أوجلان وافق أن يوصف حزبه ورفاقه منذ لحظة التأسيس بأنه هم منظمة إرهابية، وتركيا لم تتراجع. تركيا ما زالت سرديتها هي نفسها منذ لحظة التأسيس وحتى الآن، قيد أنملة لم تتراجع في هذا الخصوص. وكل ما يشاع
عن أنه خطوة تاريخية وإنجاز تاريخي وسلام تاريخي، كله كذب بكذب، إهانة وإذلال واحتقار وإذعان بالضغط والإكراه والجبر يفرضه حزب العمال الكردستاني وزعيمه على الكرد، ومن خلفهم الدولة العميقة في تركيا. الآن ما هي إنجازات أوجلان العشر التي أهداها للدولة التركية؟ وهو عنوان هذا المقال، سأقرأه عليكم لأنه هذا المقال نشرته على صفحتي على الفيسبوك، ويعني بودي أن يتم توثيقه، لأنه الفيسبوك ربما يعني التبليغ عن الصفحة أو محتوى المقال ويصار إلى حذفه، لكن عندما يتحول إلى فيديو سوف يتوثق ويصل إلى الكثير من المهتمين والمعنيين بملف حزب العمال الكردستاني والقضية الكردية في تركيا وفي منطقة الشرق الأوسط. أوجلان الذي يصدر على أنه زعيم قومي وزعيم وطني كردي ومناضل، ما هي الإنجازات التي قدمها أوجلان إلى الدولة التركية؟ عنوان هذا المقال سأقرأه عليكم الآن راجيا سعة الصدر لأنه المقال طويل شوي. إنجازات أوجلان العشر التي أهداها للدولة التركية: أرسل إلي العديد من الأصدقاء مقالا مكتوبا باللغة التركية للكاتب معروف عطاء أوغلو بعنوان من هو خابو ولمن يستخدم. تسمية خابو أنا أطلقتها على أوجلان لأنه الاسم الحركي لعبد الله أوجلان هو آبو، وكلمة خابو من خاب وخاباندن يعني الخداع، المخادع، الخديعة، يعني الدجال، المضلل، كل هذه المترادفات تندرج ضمن وصف خابو. فأنا من أطلق هذه التسمية أو هذا الوصف الساخر والناقد والساخط على أوجلان، والتقطه هذا الكاتب لكي ينظر للتسمية من حيث الجذر اللغوي والدلالات السياسية والأخلاقية. المقال مقال معروف عطاء أوغلو، منشور في 9 أغسطس 2026. لم يذكر الكاتب من أطلق أول مرة هذه التسمية وهذا الوصف على عبد الله أوجلان، وربما لا يعلم أن كاتب هذه الأسطر، وأقصد أنا هوشام جوزي، هو صاحب الوصف التسمية. أيا يكن الأمر، فالمقال مهم جدا لأن هذا الوصف الناقد الساخر خابو من مرحلة تجاوز يعني مرحلة الإطلاق إلى مرحلة الشيوع والتداول بين الكرد عموما وكرد تركيا على وجه الخصوص، ودخل مرحلة المناقشة والتأصيل الثقافي والسياسي والأخلاقي، ذلك أن عطاء أوغلو بذل جهدا جيدا في مسعى تحليل كلمة خابو من حيث المعنى والجذر اللغوي الكردي والدلالة السياسية والأخلاقية. وسيكون لي مقال آخر ينطوي على التفاصيل في هذا الخصوص، لماذا أطلقت هذا الوصف على عبد الله أوجلان. وهذه المقالة هي محاولة لسرد 10 إنجازات خطيرة حققها خابو أوجلان وأهداها للدولة التركية الكمالية الأردوغانية البختشلية، ومن هنا الكمالية نسبة إلى كمال مصطفى كمال أتاتورك، الأردوغانية نسبة إلى رجب طيب أردوغان، والبختشلية نسبة إلى دولة بختشلي زعيم حزب الحركة القومية المتطرف صديق أوجلان حاليا. ذلك أن بختشلي أو أنصار أوجلان يعتبرون مدائح دولة باختشلي زعيم حزب الحركة القومية لأوجلان إنجازا تاريخيا لأوجلان. يعني
هذا الزعيم التركي المتطرف عندما يمدح أوجلان، أنصار أوجلان من الهبل والخبل والعبط، يعني يعتبرون أنه طالما زعيم القوميين الأتراك مدح أوجلان فهذا يعني أن أوجلان اخترق. الموضوع معكوس تماما. يعني الدولة العميقة التركية اخترقت المجتمع الكردي والشخصية الكردية عبر عبد الله أوجلان. يعني الحق أن الأمر معاكس تماما على أن الدولة العميقة نجحت عبر أوجلان في تحقيق مجموعة مهولة من الإنجازات التي صبت كلها في طاحونة الدولة العميقة في تركيا ومشاريعها العنصرية ضد الكرد، والتي تهدف إلى تصفية القضية الكردية ليس في تركيا وحسب بل في الشرق الأوسط عموما. لكن محاولة عبيد أوجلان ومحازبيه تزييف وتحوير هذه الحقيقة أصبحت ضربا من المستحيل. يعني كيف لي أن أقنعهم بأن زعيمهم فعل هذا وحقق هذا الاختراق التركي الكبير في بنية المجتمع الكردي عبر حزبه وطروحاته وفزلكاته. بحكم قراءتي لأوجلان قبل وبعد اعتقاله وتجربتي مع حزبه وجماعته من مطالع المراهقة عندما كنت يعني 13 14 سنة وحتى أكتوبر 2011 تاريخ تركي لهذا الحزب، سنة افتراقي عنهم وبدء انتقادهم بشكل حازم وصارم ودؤوب وموثق، واطلاعي على مصادر أخرى كردية وتركية قدمت سردية مناهضة للسردية الأوجلانية المضخمة والمفخمة والمبالغ فيها. اسمحوا لي أن ألخص لكم أبرز إنجازات عبد الله أوجلان في الأسطر الموجودة أدناه، وقبل الخوض في ذلك سأبدأ بتقديم صورة موثقة وعلى لسان أوجلان نفسه عن نشأته وعائلته لكي نفهم طبيعة هذا الرجل كيف كان وماذا صار. طفولته كانت بائسة، ولد في أسرة شديدة الفقر مجهولة النسب. والد أوجلان مش معروف، يعني البيئة الاجتماعية الكردية معروفة، بيئة القبائل والعوائل والأسر، هذا معروف. يعني مناطق كردستان، مناطق حتى المناطق العربية المتاخمة لكردستان، البنية الاجتماعية بنية قبلية تركز على مسألة النسب. لكن أوجلان مجهول النسب في ما يتعلق بأصول الأب، الأصل القبلي، الأصل العائلي. وهنالك تصريحات لشقيق عبد الله عثمان أوجلان ومحمد أوجلان لا يبتون في موضوعة النسب، تحديد النسب، يعني من أين هم، من أي عشيرة، من أي قبيلة. لا يذكرون يعني اسم جدهم الرابع أو الخامس أو السادس، ما فيها التركيز في هذا الخصوص. وبالتالي أوجلان من حيث الأصل العائلي والقبلي مجهول النسب. أما أمه فهي تركية أو تركمانية، يعني لكن هي قولا واحدا ليست كردية. وأوجلان عندما جرى إعادته على متن الطائرة في 15 فبراير 1999 قالها أمام عدسة الكاميرا أن أمه تركية ويريد خدمة تركيا. أوجلان في إحدى تصريحاته سنة 1995 على قناة ميديا تي في، قناة فضائية تابعة للحزب، قالها: أمي كانت تعادي أبي وأبي يعادي أمي وأنا كنت يعني كذلك أعادي الاثنين الطرفين. يعني شخص ولد ونشأ في، يعني رغم أنه فقر ومجهول النسب، لكن البيئة العائلية كانت خالية من الاحترام، من المحبة، من المودة، من الألفة. بيئة يعني أسرة مسمومة، يعني فيه على المستوى العاطفي. وهو يعترف باللغة الكردية أمام الناس والفيديو موجود، تحدث عن ذلك وأضاف إن شقيقه الصغير حاول إزعاجه فرشقه أوجلان بالحجارة
بكى ولجأ إلى والدي الذي حاول حمايته، ورشقتهما بالحجارة وجعلتهما في حالة مزرية. والكلام لأوجلان باللغة الكردية قالها: دخلت البيت وسرقت من محفظة أبي 10 ليلات. هذا الكلام موثق، الكلام موثق بصوت أوجلان، والفيديو موثق. يعني إذا أنصار أوجلان في القاهرة أو في أي مكان ينكروا، تعالوا أنا سأعطيكم الفيديو باللغة الكردية وعرضوه يعني على الملأ، كيف يتحدث عن أمه وأبيه وأخيه وعن نفسه. يعني يقول: جعلتهما في حالة مزرية، دخلت البيت وسرقت من محفظة أبي 10 ليرات وهربت. والكلام لعبد الله أوجلان. وفي تصريحات أخرى على نفس القناة أهان أوجلان أمه، يعني وحتى في مستوى الكتب كمان، الإصدارات الحزبية كان يتحدث بسوء عن أمه. وبالتالي طفل تربى في هكذا جو مسموم ينعدم فيه الحب والاحترام والألفة، طفل مراهق يضرب والده ويضرب شقيقه الصغير بالحجارة، ثم يسرق والده ويهرب من البيت. كيف يمكن أن يكون زعيما سويا؟ كيف يمكن؟ يعني هذا نشأة أوجلان كانت نشأة مسمومة ويعني ما فيها شيء يوحي بالنبوغ وال والقيادة. قال أوجلان عن نفسه بأنه كان متفوقا في الدراسة. نعم، أنا قرأت هذه التفاصيل في إصدارات الحزب، ولا يوجد شخص آخر كان معاصرا له ذكر وأكد ذلك. نفس قصة الجولاني اللي بيحكي عن وجوده في دمشق وفي السعودية، وما شفنا لا حدا من سوريا ولا حدا من السعودية طلع وحكى عن هذا الرجل انه نعم شفناه، كان رجل، كان طفل جيد، كان طفل مجتهد، كان كذا وكان كذا. ما في هيك شيء. وبالتالي مزاعم التفوق في موضوع الدراسي لا يوجد شيء يوثق هذا الكلام. لم أجد في أستاذا في المرحلة الابتدائية والإعدادية أو الثانوية يمدح أوجلان على اجتهاده وتفوقه في الدراسة. لم نجد وثائق دراسية تؤكد نجاحه وتفوقه في الدراسة، ومع ذلك أنصاره صدقوا أكاذيبه عن نفسه. بالنتيجة أوجلان لم يكمل تعليمه الجامعي، درس سنة في كلية الحقوق ثم سنة في كلية العلوم السياسية، لم يكمل تعليمه وأصبح موظفا لدى مصلحة ال الأراضي في مدينة ديار بكر، مساح أراضي يعني. إذا التعليم الجامعي يؤكد أنه فشل في الدراسة الجامعية. لكن أنصار أوجلان وعبر الآلة الإعلامية يضخمونه على أنه مفكر وفيلسوف وحفظ القرآن وكل القصص أكاذيب وخرافات تروى عن أوجلان، ولكنها عارية عن الصحة والحقيقة. في تصريحات أوجلان التي صدرت قبل فترة، أوجلان نفسه قبل عدة أشهر تحدث عن علاقته بحزب الحركة القومية التركية المتطرف والعنصري. هذه العلاقة بدأت في مدينة أنقرة عندما هرب، ترك الأسرة والعائلة ولجأ إلى أنقرة للدراسة، للعمل، لأي شيء. هو تحدث أنه اشتغل نادل أو صبي قهوة أو يعني هيك شيء في إحدى الجمعيات والمنظمات التابعة لحزب الحركة القومية المتطرف اللي بيرأسه دولة بغشري في سنوات 1968 و69. وفي الفترة نفسها أيضا سبحان الله بدأت علاقاته مع اليسار التركي، خاصة في فترة الدراسة الجامعية اللي ما استمرت غير سنتين أو ثلاثة وما كمل يعني.
في سنة 1973 افترق عن اليسار وشكل أول خلية حزبية تحولت فيما بعد إلى حزب سياسي سنة 1978. أوجلان نفسه بعد مارس 1993 عندما كان موجودا في سوريا في كنف نظام حافظ الأسد صرح أنه المخابرات التركية دعمت تأسيس حزب العمال الكردستاني عبر شخصيتين، عبر زوجته أو طليقته السابقة كاسيرا يلدرم، وعبر طيار مدني اسمه نجاتي كيا، واسمه الحركي كان بيلوت ضمن الجمعية أو المجموعة المؤسسة لحزب العمال الكردستاني. وأوجلان صدر لأنصاري على أنه تفوق على الدولة التركية ويعني استخدم الأموال لصالح الحزب ضد الدولة التركية، ونحن صدقناه. يعني أنا وقتها في 93 كنت مراهق يعني، وكانت يعني بدايات علاقتي مع هذا التنظيم الإرهابي طبقا لأوجلان وقانون أوجلان والدولة التركية الذي تحدثت عنه في بداية هذا الفيديو. أكثر من شخص في تركيا، عسكريون متقاعدون ورجال أمن متقاعدون وصحفيون، تحدثوا عن علاقة أوجلان مع الاستخبارات التركية، مثل أور ممجور الذي جرى تصفيته في 93 في نفس السنة، سنة 93. صحفي استقصائي تركي ألف كتابا حول علاقة عبد الله أوجلان بالاستخبارات التركية، وجرى تصفيته وتفخيخ سيارة الصحفي، وضاعت يعني الفاعل ما بين اتهام لحزب العمال الكردستاني وللدولة العميقة. دوغو باريتشك وهو زعيم حزب سياسي حزب العمل التركي، هو أيضا أحد عناصر الدولة العميقة في تركيا، كان صديقا مقربا لأوجلان ويتردد على أوجلان في دمشق وفي معسكر البقاع اللبناني. يالتشين كوتشيك اللي كان عديل السفير التركي في سوريا لمدة 10 سنوات، جانك دوغالتابا جانك دوغالتابا كان سفير تركيا لمدة 10 سنوات. يالتشين كوتشيك أستاذ أوجلان في التنظير الكماليستي، كان عديل السفير التركي، يأتي لعند أوجلان ويذهب إلى عند السفير التركي. وعندما تم انتقاد يالتشين كوتشيك حول هذا الموضوع، أنه أنت وعلاقتك بالسفير التركي تتردد على أوجلان، كنت تتردد على الاثنين معا، قال أنه هي علاقة اجتماعية وتلك علاقة سياسية، وتركيا هي التي ربحت من هذه العلاقة. سري سوريا أندر أيضا هو وأبوه يدحوم حولهم الشبهات بالعلاقة مع الاستخبارات التركية، وبالتالي هنالك مجموعة من الأشخاص كانوا على علاقة وثيقة وطيدة وشيجة مع عبد الله أوجلان، هم على علاقة وطيدة وشيجة مع الاستخبارات التركية أيضا. عدا عن الكتب التي صدرت، عن التحقيقات التي أجريت، أقوال أوجلان والفيديوهات التي سربت أنه هو يعمل لصالح الدولة التركية، لكن تعالوا وأقنعوا أنصار أوجلان بأنه هذا الكلام غير صحيح. طبعا يقولون انه هو مسجون وكذا ومن التفاصيل، لكن القانون الاخير الذي تحدثت عنه ووصف حزب العمال الكردستاني، تصوروا زعيم يصف حزبه بانه منظمه ارهابيه منذ لحظه التاسيس. يعني ماذا بامكانكم ان تقولوا عن هكذا شخص، غير انه هو ايضا كان يعمل لحساب الاستخبارات التركيه والدوله العميقه في تركيا، وقضية أنه رهن الاعتقال ورهن السجن وكذا، هذا كله يعني لضرر رماد في الأعين. الآن لنأتي على إنجازات أوجلان العشر وأخطرها آخرها. نجح أوجلان: واحد، نجح أوجلان في إدخال كردستان تركيا في معمعة حرب دموية بدأت سنة 1978 ضد العشائر الكردية في مناطق حلوان وسيوريك، بحجة أن هذه العوائل والعشائر عميلة للدولة التركية. يعني الصراع
بدأ مع المجتمع الكردي، وهذه العوائل والعشائر كانت يعني عوائل وطنية وقومية وفيها شخصيات قومية كردية، وبالتالي نشأة هذا الكيان، هذا الحزب، هذا كان ضد المجتمع الكردي منذ البداية. وأعقب ذلك حربا أخرى دموية طاولت أغلب حركات اليسار الكردي في تركيا بحجة أنها أحزاب وجماعات عميلة لتركيا. وعندما كان يطرح سؤال لماذا هم عملاء، ما هو الدليل، كانت إجابة الجماعة الأوجلانية واحدة: هؤلاء يطالبون بالحكم الذاتي ونحن نطالب بالاستقلال التام. يعني مسألة المزايدة فيما يتعلق بالشعارات والأهداف اتخذتها الجماعة الأوجلانية دريئة وحجة لتصفية اليسار الكردي وكيانات ومجموعات وأحزاب اليسار التركي، وسقط المئات من القتلى، المئات من القتلى في تلك الفترة. طبعا هنالك هذا الآن أتتني يعني فكرة أخرى، يعني المعمعة التي أدخلها حزب العمال الكردستاني داخل المجتمع الكردي في تركيا في مطلع التسعينات أيضا. يعني عبد الله أوجلان وجماعته أدخلوا المجتمع الكردي في صراع ما بين اليسار والإسلام السياسي، الصراع ما بين حزب العمال الكردستاني وحزب الله التركي. الكيانين، حزب الله التركي كان مدعوم من الدولة وكلهم أكراد، كل العناصر والآن يمثله هدى بار، له يمكن برلمانيين أو ثلاثة في البرلمان التركي، مدعوم من العدالة والتنمية وامتداد لحزب الله التركي، وحزب العمال الكردستاني ويمثله دم بارتي في البرلمان التركي. اثنين هذين الكيانين دخلا في حرب راح فيها أيضا المئات من الجانبين، مدنيين ومسلحين من الكيانين الحزبيين، حزب الله التركي وحزب العمال الكردستاني، اللي من وراء الستار الاثنين كانت يعني مدارين ومدعومين من الدولة العميقة في تركيا. إذن من الذي خسر؟ المجتمع الكردي، الشباب الكردي، المناطق الكردية، حالات من النزوح والهجرة الكثيرة، والتلف الاجتماعي، التصدع في البنى الاجتماعية القبلية والعائلية، كل هذه التفاصيل كان نتيجة هذه الصراعات الدموية. إذن حزب العمال الكردستاني أدخل المجتمع الكردي في صراع دموي في 78، وايضا في فتره مطلع الثمانينات مع اليسار الكردي، ومع حزب الله التركي المدعوم من الدوله التركيه، ومع الجيش التركي، ومع حماة القرى او الميليشيا التابعه للجيش التركي اللي كانوا هم اكراد. وهذه الميليشيا تشكلت نتيجه ضغوط حزب العمال الكردستاني على العشائر الكرديه، التي يعني لم تجد بدا ومناصا امامها من الاستنجاد بالدوله التركيه والاستعانه بالدوله التركيه لكي تحمي قراها وبيوتها ومنازلها من هجمات حزب العمال الكردستاني. اذا المجتمع الكردي دخل في هذه المطحنه الدمويه عن طريق اوجلان وحزبه وجماعته، والكسبان والربحان من كل هذا الاستنزاف كانت الدولة التركية العميقة والدولة التركية الرسمية. النجاح الثاني، يعني هل الاستنزاف للكرد كان لصالح الدولة التركية؟ النجاح الثاني الذي حققه أوجلان، نجح أوجلان في استنزاف الموارد البشرية والمادية لكرد تركيا وسوريا في حرب دموية مهولة خلقت قرابة 100,000 قتيل من أجزاء كردستان الأربع. طبعا المصادر الصحفية، الكليشات النمطية اللي هلا إبراهيم حميدي بيجي يحكي على الصراع الكردي التركي وسقط 50,000 أو 40,000، هاي الكليشات النمطية التي تكرر، لكن الموضوع والرقم أكبر أضعاف هذا الرقم. لماذا؟ لأنه يصار يعني التركيز على ضحايا داخل
ضحايا حزب العمال الكردستاني والجيش التركي داخل تركيا، لكن ضحايا حزب العمال الكردستاني من الكرد السوريين، من الكرد العراقيين، من الكرد الإيرانيين، من الكرد في المحجر. هذا غير مذكور في السياقات النمطية والروتينية التقليدية في الصحافية. الرقم مهول، يتجاوز 100,000 قتيل من الكرد. يعني إذا أجرينا إحصائية دقيقة لضحايا حزب العمال الكردستاني، حزب العمال الكردستاني فقط يقول أنه جرى تصفية 15,000 شخص داخل الحزب، وهذا تصريح لأوجلان وموجود باللغة العربية وموجود باللغة التركية. 15,000 داخل الحزب. هؤلاء الضحايا غير محسوبين على ضحايا الصراع التركي الكردي يعني. فبالتالي إذا أجرينا إحصائية دقيقة لحجم خسائر الكرد، كرد سوريا، في يعني حزب العمال الكردستاني دخل في مجموعة صراعات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع الأحزاب الكردية الإيرانية في سوريا، وخاصة بعد 2011. يعني سنصل إلى رقم يعني لا أعرف يعني أين سيتوقف هذا الرقم إذا كانت هنالك إحصائيات دقيقة أو شبه دقيقة لضحايا حزب العمال الكردستاني من الكرد في تركيا وسوريا والعراق وإيران، وحتى يعني في الشتات والمهاجر الكردية، لأنه حزب العمال الكردستاني مارس الاغتيال السياسي على الأراضي الأوروبية أيضا. قتل قيادات بارزة، قيادات مؤسسة لحزب العمال الكردستاني هنا على الأراضي الأوروبية في 84، في 85، في 88، في التسعينات. كلها كانت جرائم إرهابية موثقة في دوائر البوليس والقضاء الأوروبي، في السويد، في ألمانيا، وفي فرنسا، في أماكن كثيرة من البلدان الأوروبية. إذا خلقت قرابة 100,000 قتيل من أجزاء كردستان الأربعة. المصادر الصحفية تحسب فقط كرد تركيا أثناء تناول حصيلة الصراع، ولا تضيف إليها عدد ضحايا من كرد الأجزاء الأخرى، ناهيكم عن الجرحى والمعاقين هم أضعاف هذا الرقم، فضلا عن إحراق وتدمير نحو 4,000 قرية كردية في تركيا، وتهجير ما يقارب 8 ملايين كردي إلى المدن الكردية ديار بكر، وان، ماردين، وإلى المدن التركية الكبرى اسطنبول، أنقرة، قونيا، إزمير، وإلى المدن الأوروبية برلين، ستوكهولم، بروكسل، وباريس، والبلدان الأوروبية بشكل عام. هذا النزوح المهول يعني فرغ تقريبا نصف الشعب الكردي، صاروا يعني خارج كردستان تركيا، نتيجة سياسات وصراعات ومعارك حزب العمال الكردستاني. هذا إنجاز حققته تركيا. يعني تركيا سعت إلى التغيير الديموغرافي في هذه المناطق، وحصدت المكاسب عن طريق حزب العمال الكردستاني. الإنجاز والنجاح الثالث، نجح أوجلان في حق أنصاره، أنصار حزبه، بكمية كبيرة من الكراهية والعدوانية ضد قيادة كردستان العراق، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني وآل البارزاني، على اعتبار أن هؤلاء خونة وعملاء وضد قيام الدولة الكردية في بداية الأمر. أنه كانوا لأن الديمقراطي الكردستاني كان يطالب بالحكم الذاتي، والجماعة الأوجلانية تطالب بالاستقلال. نفس الاسطوانة، أنه هم مطالبهم أدنى فهم عملاء وخونة، نحن مطالبنا أعلى وشعاراتنا أعلى ونطالب بالاستقلال، إذا نحن
الوطنيون والتحرريون الحقيقيون والمناضلون والثوريون، وهم الإصلاحيين والمتآمرين. هذه السردية العدوانية المضللة المشوهة حقن بها أوجلان أنصاره ضد كردستان العراق. ويعني مش بس هيك، أوجلان كان يكرر نفس السردية البعثية أنه كردستان العراقية إسرائيل الثانية. مش بس هيك، أوجلان مجهول النسب، مجهول النسب، يعني لا يعرف أي عشيرة، أي عائلة ينتمي أبوه وجده. يعني كان يتهم آل البرزاني أنه هم يهود، هم يهود وأصولهم يهود. يعني في 1500 يعني قبل 400 سنة 500 سنة 600 سنة كانوا يهود، لكن هم الآن مسلمون. وآل البرزاني وعشيرة البرزاني يعني من أقطاب ورموز الطريقة الصوفية النقشبندية السنية المسلمة. الآن هم مسلمون، هم مسلمون يعني منذ 200 300 سنة 400 سنة. قبلها كانوا مسيحيين، قبلها كانوا يهودا، قبلها كانوا يعبدون الشجر الحجر. شو علاقة هذا الأمر يعني؟ فقضية العزف على هذا الوتر البعثي العفن الآن يعني ما زال أنصار هذا الحزب يتهمون، يعني من جهة يتغزلون باليهود وبإسرائيل، ومن جهة يقولون آل البرزاني هم أصولهم يهود. يعني شو يعني أصولهم يهود؟ حتى ولو كان أصولهم يهود، زعيمك النووي عبد الله أوجلان أصلا هو مجهول الأصل والنسب. هذا أيضا يعني من الإنجازات التي حققها أوجلان، أنه كمية الكراهية ضد آل البرزاني وضد قيادة كردستان العراق كانت مرعبة ومهولة. وهذا مطلب تركي ومطلب بحثي، يعني أنه الكرد يكرهون يكنون العداء والكراهية لقياداتهم القومية، لأصحاب المشاريع القومية الاستقلالية الحقيقية، يعني ضمن الشعب الكردي. حتى لحظة كتابة هذه الأسطر ما يزال العداء والحقد والكراهية مستحكما بالقواعد الجماهيرية الكردية الأوجلانية الهواء والمذهب ضد كردستان العراق والديمقراطي الكردستاني ومسعود البرزاني ونجله. سعار أيديولوجي عنيف وغبي ومضحك يتحكم بالجماهير الأوجلانية ضد كردستان العراق وقيادتها من آل برزاني، منشأه الدولة العميقة في تركيا وأدواته الحقيقية أوجلان وحزبه وإعلامه وإسلامه وغلمانه. نجح أوجلان النجاح الرابع، نجح أوجلان في تجنيد كرد سوريا ضد الحركة السياسية الكردية في سوريا من جهة، ومن جهة أخرى أدخلهم في حرب استنزاف ضد تركيا بحجة تشكيل دولة قومية موحدة تجمع الكرد. وصدر للموالين له أوجلان أن علاقته وعلاقة حزبه مع نظام حافظ الأسد هي تكتيك لخدمة استراتيجية الثورة الكردستانية التي تهدف إلى إقامة دولة قومية اشتراكية موحدة للكرد. وهو القانون الأخير الصدر الذي مر من البرلمان التركي، وأوجلان أحد شركاء صياغته وكتابته، يقول أنه حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. تفضلوا يعني. وهكذا تم تدمير جيلين أو ثلاثة من الشباب الكردي السوري من عام 1984 وحتى 2010 إلى 2011. وأتى تجديد الجماعة الأوجلانية لعلاقتها مع نظام بشار الأسد سنة 2011 وحتى لحظة سقوط نظام بشار الأسد، لتستنزف المزيد من طاقات وموارد كردستان سوريا وتجعلها تخسر مدنا كرأس العين وعفرين وكوباني أيضا كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط لولا التدخل الدولي، التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. النجاح الخامس اللي يعني كل هذا الاستنزاف المهول لكرد سوريا، مين كان الراضي عنه؟ نظام بشار الأسد ونظام
التركي. هذا إنجاز حققه أوجلان. يعني هذا الإنجاز محمد طلب إحلال وكل العنصريين الفاشست في نظام البعث منذ الستينات، مطلع الستينات وحتى اللحظة فشلوا في تحقيقه. أتى أوجلان وحققه لهم بمنتهى البساطة. تغيير ديموغرافي الاندماج اللي صار، قسد ومظلوم عبدي وكل التفاصيل اللي صارت كانت بأمر من أوجلان، بضغط من أوجلان، وبضغط من الدولة التركية التي تتلاعب بمصير كرد تركيا وتلاعبت بمصير كرد سوريا أيضا. هذا إنجاز حقيقي قدمه أوجلان للدولة التركية. وبالتالي وجود أي تفصيل له علاقة بالجماعة الأوجلانية في القاهرة، في الإمارات، في الرياض، في أي مكان، هو اختراق تركي لهذه العواصم. أقولها بصريح العبارة وبعربية يعني واضح. أي تفصيل، أي منظمة ثقافية، أي منظمة مدنية، أي منظمة اجتماعية تابعة لأوجلان وموجودة في العواصم العربية، في بيروت، في عمان، في أي مكان، هو يعني هذا التفصيل هو اختراق وبؤرة أمنية تعمل لصالح الاستخبارات التركية. وكلامي واضح. نجح أوجلان من خلف الأبواب المغلقة. النجاح الخامس: نجح أوجلان من خلف الأبواب المغلقة داخل الدولة العميقة في تركيا في تحقيق كل توصيات ومقترحات دراسات الضابط البعثي العنصري محمد طلب إحلال ضد الكرد في سوريا لجهة التهجير والتغيير الديموغرافي وتبديد موارد الكرد. ثم أمرهم أوجلان بالاندماج في الدولة العربية السورية من دون أي ضمانات دستورية حقيقية تضمن حقوقهم وتصون وتحمي هويتهم القومية. لم يشأ أوجلان لكرد سوريا المحافظة على خصوصيتهم ومكتسباتهم في الوقت الذي يطالب فيه هو كرد تركيا بالاندماج في الدولة التركية والانصياع والانبطاح أمام بخشلي وأردوغان. يعني مشروع أوجلان الاندماجي داخل الدولة التركية من دون أي ضمانات، وهنالك مكاسب لكرد سوريا يعني بدعم أمريكي وبدعم أوروبي، أوجلان كان يرفضها. وتركيا من خلفه، تركيا أيضا كانت ترفضها، أنه هذه الإدارة الذاتية والمكتسبات الكردية يصار إلى توثيقها في الدستور السوري وفي حل المسألة السورية. نجح أوجلان في تحقيق هذا الإنجاز وسجله باسمه لصالح الدولة التركية ولصالح الدولة البعثية القومية العنصرية بأثر رجعي منذ فترة مطلع الستينات وحتى هذه اللحظة. أبو محمد الجولاني الذي ورث نظام بعث العراق وبعث سوريا، وبأمر من أوجلان مظلوم عبدي وسيبان حمو وإلهام أحمد، هؤلاء اللي كانوا عناصر داخل حزب العمال الكردستاني وهم إرهابيين طبقا لتوصيف عبد الله أوجلان وقانونه الذي جرى تمريره في البرلمان التركي. زعيمهم يقول عن حزبهم هكذا منذ النشأة، منذ عام 1978 وحتى اللحظة، كل التشكيلات التابعة لهذا الحزب طبقا لهذا القانون وبنود هذا القانون هم إرهابيين، ما حدا يجي ويزايد. مهم. الإنجاز السادس: نجح أوجلان في ماذا نجح؟ نجح أوجلان وحزبه في جر قطاعات واسعة من إخوتنا أبناء الديانة الإيزيدية إلى التخندق الأيديولوجي العفن المعادي لكردستان العراق، وربط الإيزيديين بالحشد الشعبي الموالي لإيران،
وتغذية فكرة تحويل الديانة الإيزيدية إلى قومية مستقلة، مثل الحركة الصهيونية التي حولت الديانة اليهودية إلى قومية يهودية، بهدف كل ذلك بهدف فصل الإيزيديين عن الكرد، بل مناهضة الإيزيديين للكرد. هذا كان هدف ومسعى أوجلاني. وهكذا أصبح الشخص الشخص الشخص، وأركز على مسألة الشخص يعني لا أعمم، وهكذا أصبح الشخص الإيزيدي الأوجلاني من أحقر طبقات الجماعة الأوجلانية كراهية لكردستان العراق ولكردستان وللدولة القومية الكردية ولآل البرزاني. الأوجلانيين طبقات، من أحقر هذه الطبقات كراهية وعدوانية ضد كردستان العراق وقيادة كردستان العراق هم الإيزيديين الأوجلاني. هذه أقولها ولي سندي يعني على ذلك، وموجودين يعني في السوشيال ميديا الكردية موجودين بيحكوا يعني واضح. يعني النجاح السابع: نجح أوجلان في التسويق لفكرة مهبولة ومجنونة واعتبار المرأة أمة، وكرسها بين الكرد، وأصبحت حقوق المرأة داخل التنظيم العسكري والسياسي والإداري يعني كدليل أو سند أو شاهد على عظمة هذا الأمر، علما أن هذا الحضور هو حضور صوري. هذلون اللي بيشوفوا إلهام أحمد، واللي بيشوفوا زوزان علوش، واللي بيشوفوا مين كمان اللي فوز اليوسف، يعني بيظنوا أو بتشكل عندهم وهم انه بالفعل المرأة لها وزن ولها دور. انا يعني من ضمن هذه واطلاعي وقربي عن هذه التجربة، هذا كله كذب، كله كذب بكذب، هو فقط للاستثمار ووجود شكلي ووجود صوري. إلهام أحمد لا حول لها ولا قوة في مسألة اتخاذ القرار الإداري والعسكري والسياسي. كل الموجودين ويا باجا والقصص كله كذب. الأوامر أوامر الرجال، العقلية عقلية الرجال، حتى التحول في الشكل يعني الكثير من الكوادر النسائية فقدت ملامحها الأنثوية وصارت أقرب إلى الرجال منها إلى النساء. يعني هذا كله كلام كذب ودجل وافتراء وتضليل وتصدير صورة وردية وحقوق المرأة، وكل هذا كله كذب بكذب، علما أنها هذه التفاصيل أنها صورة شكلية والقرار النهائي للرجال ومن خلفهم أوجلان. أصبحت تلك الحقوق الجندرية النسائية الفامينيستية هي الشماعة التي يعلق عليها أوجلان أو خلفها نواياها الخبيثة في تدمير المجتمع الكردي من الداخل، من الأسرة، من الخلية الأولى المؤسسة للمجتمع. فأصبح أوجلان يطرح فذلكات في ظاهرها حداثوي واجتماعي وجندري، لكنها في غاية البلاهة والبلادة والخبث أيضا. على سبيل الذكر جينولوجيا، قبل فترة شفت أنه مؤسسين في القاهرة جمعية ولامين مجموعة من المثقفين واليسار المعتدلين الليبراليين المصريين، وأطلقوا مركز جينولوجيا يعني، وعملوا احتفال في الموضوع هذا ونشروا وكتبوا عنه في مقهى الجريون في القاهرة. يعني ولكي يعني أستفيد من الوقت، أنا بإمكاني أن أحكي حول الأكاذيب التي يصرف عليها فلوس، يعني يصرف عليها لكي تصبح حقيقة وتصبح يعني شيء جديد على المجتمع المصري، لكن من موقع محبتي يعني لمصر وللقاهرة وللكثير من المصريين أصدقاء وصديقات مبدعين، أنا أحذر من هذه الاختراقات التركية
الاختراقات التركية، يعني تركيا يعني عن طريق المجموعات الثقافية الاجتماعية، حقوق المرأة، حقوق والممثلين والممثليات، الممثليات السياسية. تركيا يصلها معلومات وتقارير من الداخل المصري عن طريق هذه الجماعات الكاذبة المضللة، اللي على أساس يعني حقوق المرأة والقضايا هي كلياتها. فأنا لو مكان السلطات المصرية يعني أغلق كل هذه الدكاكين وأعيد كل هؤلاء إلى حضن نظام الجولاني. هذه الدكاكين يعني تلعب على الحبلين، الآن مندمجة في نظام الجولاني، والنظام الجولاني يديره السفير التركي في دمشق نوح يلماس. فهي قضايا حساسة، أعتقد أنه ينبغي للسلطة المصرية أن تكون يقظة حيال هذه التفاصيل وتأخذ بعين الاعتبار يعني هذه الملاحظات. تركيز أوجلان على المرأة خاصة بعد مغادرته دمشق وعودته إلى تركيا وما سمي بالمؤامرة الدولية كان البوابة الأوسع والطريق الأكثر تعبيدا لتسويق قيم وأخلاق ومظاهر وشعائر الهوموسيكسوال داخل المجتمع الكردي، يعني مجتمع الميم والمثلية الجنسية وكل هذه التفاصيل. فصرنا نرى حالة من الهستيريا النسائية الجينولوجية والفامينيستية الخابوتية تجتاح المجتمع الكردي عبر الجماعة الأوجلانية، ومن ينتقد ذلك فورا يصار إلى تصنيفه على أنه ذكوري ومعادي للمرأة ومناهض للجندر إلى آخر طقم الاتهامات السخيفة الجاهزة، في حين لا يسأل أحد من المنظمات النسائية عن عدد ضحايا العنف والاغتصاب التي تعرضت لها المرأة الكردية داخل حزب العمال الكردستاني. الكل يرى هذه الصورة البراقة المشجعة، لكن لا أحد يعلم حجم الضرر والتلف الذي تعرضت له المرأة الكردية داخل تنظيم حزب العمال الكردستاني. عدد النساء التي اغتصبن، يعني لا أحد يسأل عن عدد النساء التي تعرضن للاغتصاب من قبل أوجلان نفسه في دمشق. أوجلان عندما كان في دمشق كان محاطا في النساء، أوجلان في روما كان معه نساء، أوجلان في السفارة اليونانية في كينيا كان معه نساء. يعني كل هالتفاصيل معروفة لدى قطاعات مهمة من المجتمع الكردي، لكن المجتمع العربي لا يعلم شيء عن هذا الزعيم الخطير وعلاقته بالنساء واغتصابه للنساء. أصلا زوجته وطليقته التي اتهمها بأنها مع الاستخبارات التركية تركت الحزب من سنة 86 87، وصدقنا رواية الحزب وقتها أنه الحزب فصلها، وهي ساكتة حتى الآن، ساكتة ومتوارية عن الأنظار وكثيري الضرم، واسمها الحركي فاطمة لم تكتب حرفا واحدا عن تجربتها في داخل حزب العمال الكردستاني كثيري الضرم. أيضا الأولى بأوجلان أن يكون يحترم زوجته إذا كان بيحترم المرأة الكردية والمرأة والجينولوجيا والكلام هذا. مئات آلاف النساء جرى قتلهن وجرى اغتصابهن داخل حزب العمال الكردستاني، ويصار تقديم هذا الحزب على يستثمر هذا الحزب. الأصدقاء الأعزاء، حزب العمال الكردستاني إذا بتتذكروا وبترجعوا وبتعملوا بحث شوي في الرقة لكي يستعطف الدعم الدولي، شكل كتيبة للمثليين الجنسيين في الرقة على أساس أنه عم تحارب الجولاني، وبالتالي
كل هذه الجماعات، جماعات الضغط، المثلية الجنسية، منظمات الخضر، اليسار الأوروبي، مناهضة العولمة، بالفعل عبد الله أوجلان وجماعته وحزبه حشدوا لدعم قسد، وبعدين القسد اللي كانت تتاجر بالمثلية الجنسية في الرقة الآن تندمج مع نظام الجولاني اللي هو الوجه الآخر لتنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة الإرهابي. شفتوا المفارقة وين؟ يعني تعالوا أقنعوا أنصار هذا الحزب من المهبولين من المصروعين بزيف ادعاءات جماعتهم فيما يتعلق بحقوق المرأة. لا أحد يسأل عن عدد النساء الذين تم قتلهن واغتيالهن بتهمة الخيانة والعمالة للعدو. لقد نجح أوجلان في خلق كراهية عمياء وعداء مستعصي عند المرأة ضد الرجل الكردي على أنه سبب البلاء الذي لحق بالمرأة عبر التاريخ. هكذا بدأت الخلية الأولى في المجتمع الكردي تتعرض للتلف وتفسخ، وتعرض المجتمع الكردي للتخريب من الداخل، وإقناع إقناع الجماهير الأوجلانية بهذه الأمور بالرغم من الأسانيد والبراهين الكثيرة. يعني بات من سابع المستحيلات. كيف فيني يقنعون؟ أنا ما بعرف. الإنجاز الثامن: نجح أوجلان في إبعاد القواعد الجماهيرية التي تعبده وتناصره في كل شيء ولا تقول له لا. نجح في إبعادهم عن الطروحات والأفكار والمشاريع القومية الحقيقية الكردية، وابتكر لهم فدلكة غبية ومجنونة ونفخ فيها كثيرا مفادها الأمة الديمقراطية، ويقصد بها الأمة المتجاوزة للحدود والأطر القومية والدينية والمذهبية والمناطقية يعني. وهذا طرح في ظاهره حداثوي وليبرالي معتدل، لكنه من الخبائث الأوجلانية المعادية للبنية القومية والهوية القومية والأفكار القومية للمجتمع الكردي. صار أوجلان يشيطن الدولة القومية على أنها سبب كل الكوارث عبر التاريخ، وكي يحافظ على الكرد وكي يحافظ الكرد على وجودهم عليهم تطليق الهوية القومية والمشاريع القومية بثلاثة طلقات بائنة، والتوجه نحو طرح هلامي خزعبلي حزنبلي زقنبوتي هو الأمة الديمقراطية في مواجهة الدولة القومية. وأصبحت الجماعة الأوجلانية تصدر نفسها على أنها مناهضة لفكرة الدولة من الأساس، لكنها في الوقت نفسه تدعو إلى تشكيل المجتمع الإيكولوجي البيئي، وكأن هذه الجماعة المسلحة العقائدية هي منظمات حماية حقوق الحيوان، يعني المنظمات المهتمة بالبيئة والمحافظة على البيئة ومناهضة العولمة وجماعات الخضر المنتشرة في العالم، وليست حزبا سياسيا عسكريا. يعني مطالب جماعة أوجلان الآن هي مطالب هذه المنظمات. فلماذا يعني السلاح بيد هذه الجماعة منذ 26 سنة؟ هذا السلاح كان موجها ضد الكرد مع الأسف الشديد، وسقط الآلاف من الكرد بسلاح حزب العمال الكردستاني. من المستفيد؟ الدولة التركية. هل هذا الإنجاز تحقق؟ نعم تحقق، وصب في طاحونة الدولة التركية ومشاريع الدولة التركية ضد الكرد. وفي هذا الإطار أيضا نجح أوجلان وجماعته في شراء ضمن مجموعات من المثقفين الكرد للتغطية على مخططات الدولة العميقة التي يراد فرضها على الكرد عبر أوجلان وجماعته، مجموعة من الرخويات الثقافية. وهذا موجود، يعني هذا موجود في الوسط الكردي وحتى موجود في الوسط العربي، من السوريين وحتى من المصريين. ربما اطلاع المصريين والسوريين العرب على حقيقة والعراقيين على حقيقة تنظيم حزب العمال الكردستاني، عدم اطلاعهم أو قلة اطلاعهم يشفع لهم انزلاقهم نحو الترويج والتسويق لهذه الجماعة
لكن المجتمع الكردي، الرخويات الثقافية في المجتمع الكردي حول انساقت لهذا المخطط سعيا وراء المال والشهرة الكاذبة التي وفرتها لهم منصات حزب العمال الكردستانية الإعلامية الكثيرة. نورث بريس، يعني راح يطلع لي شورش درويش ويحاول يبرر هالتفاصيل، أو حسين جمو، أو كثير من الكرد اللي يعني للأسف الشديد انزلقوا لهذا السلوك، التسويق والتبرير للجماعة الأوجلانية واستيطاناتها في سوريا وفي أماكن أخرى، وبيحكوا الموضوعية والعقلانية وشنك شعبوي ومن هالكلام السخيف اللي يعني أحيانا يضحكني ولا يحرك لدي الأسف، لأنه أنا بعرفهم. هذا يعني واقع حال صار، يعني الكثير من اللي ما كانوا أوجلانيين صاروا أوجلانيين، وبيكتبوا ويصار إلى استكتابهم في منصات هذا الحزب وفي إعلام هذا الحزب، وصاروا يبرروا ويهاجموا كل من ينتقد هذه الجماعة المضللة الفاشية التي تقول عن نفسها إرهابية طبقا للقانون الذي تحدثت عنه. الإنجاز التاسع: نجح أوجلان في بث العداء لأمريكا وإسرائيل والإمبريالية والصهيونية والغرب والرأسمالية، وكأن الكرد الغلابة لا حياة لهم في هذه الدنيا غير محاربة هذه القوى المتحكمة بالشرق الأوسط والعالم. خطاب الجماعة الأوجلانية هذا لا يشذ عن خطاب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية والجماعات الإسلامية اللي يعني تكن العداء لإسرائيل ومن تحت الطاولة مع إسرائيل، من تحت الطاولة مع إسرائيل. تركيا يعني لا تغلق السفارة الإسرائيلية ولا تقطع العلاقات مع الإسرائيليين، وتصدر نفسها على أنه يعني الأب والأم وكل عائلة القضية الفلسطينية، وهذا كذب. هذا كذب يعني. مهم هذا لا يشذ عن خطاب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتطرف لجهة مناهضة أمريكا وإسرائيل، في حين أن تركيا حليفة للدولتين معا. بمعنى آخر، ثمة حالة تضليل ودجل وتدليس يمارسها أوجلان وجماعته ضد الكرد المخدوعين به، حتى بعد يعني جماعات اليسار العربي في تونس ويمكن في مصر مخدوعين انه بالفعل حزب العمال الكردستاني يكن العداء لإسرائيل وأمريكا. حزب العمال الكردستاني يريد أن يندمج في دولة لا علاقات مع إسرائيل منذ عام 1979، يريد أن يندمج في دولة تستضيف قواعد حلف الناتو وهي عضو في حلف الناتو. فيعني أحيانا هيك بشوف مثقفين عرب هيك بينخدعوا بالسردية الأوجلانية، بشفع عليهم، يعني أنتم مش مطلعين. نأتي إلى النجاح العاشر الأبرز والأكثر خطورة الذي حققه أوجلان لتركيا ودولتها الرسمية والعميقة الخفية طبعا على حد سواء، هو استبدال هوس الدولة القومية والاستقلال والحرية لدى الكرد بهوس على العداء للدولة القومية الكردية على أنها مصيبة وكارثة ومرض وتخلف ورجعية. أغلب مؤسسي منظمة خويبون عام 1927 كانوا من كرد تركيا. يعني الأرضية التأسيسية للاستقلال والسعي الاستقلالي الكردي منشأه كرد تركيا ونخب كرد تركيا وقت ذاك. الصحافة الكردية التي تأسست في القاهرة عام 1878 كانوا كرد تركيا. وقتها ما كان في شيء اسمه تركيا، كانت الدولة العثمانية. الدولة العثمانية التي كان يتحكم بها جمعية الاتحاد الوعي الطوراني، الذهنية الطورانية. جمعية الاتحاد والترقي أتت لسلطة الحكم في عام 1908 في اسطنبول وغيرت ما غيرت يعني.
لكن كان هنالك أرضية طورانية فاشية قومية تركية متحكمة في السلطنة العثمانية، وهذا اللي خلى الكثير من النخب العربية تطالب بوقف سياسات التتريك، تتريك العرب، مش بس الكرد، تتريك العرب. الجمعيات المناهضة للسياسات العثمانية وقت ذاك، والعثمانيين كانوا دمويين ضد الأرمن عفوا، وضد العرب وضد الكرد. النجاح الأبرز الذي والأكثر خطورة الذي حققه جولان لتركيا ودولتها الرسمية والعميقة على حد سواء هو استبدال هوس الكرد بالدولة القومية والاستقلال والحرية بهوس العداء للدولة القومية الكردية على أنها مصيبة وكارثة ومرض وتخلف ورجعية. لكن أوجلان وجماعته يضللون الكرد ويطالبونهم بالاندماج في الدولة القومية التركية، وأنظمة قومية فاشية على شاكلة النظام الإيراني وعلى شاكلة نظام الجولاني، يعني يقدمون أنفسهم على أنهم ضد الدولة القومية فقط المتعلقة بالكرد، هم ضد كردستان لأنها دولة قومية ودولة رجعية وقومية وكذا، وينظرون لهذا الموضوع، وفي الوقت عينه ينظرون للاندماج في تركيا وفي نظام الجولاني وفي نظام الخميني ومع الحشد الشعبي، مع النظام الذي يحكم العراق وتابع لإيران. هذا هو حزب العمال الكردستاني، يعادي تشكيل كيان قومي كردي لأنه متخلف وكذا، ويطالب الكرد بالاندماج في كيانات قومية متخلفة مثل النظام الإيراني، مثل النظام الجولاني، مشان تكون الصورة واضحة لكم. هذا التناقض البنيوي الهزلي لا ينتبه إليه الكائن المؤدلج الأوجلاني المنتمي لهذه الجماعة، فالزعيم أو الجماعة السياسية التي تريد من الكرد إحداث قطيعة تاريخية مع المشاريع والأفكار القومية الكردية التي تهدف إلى دولة قومية، أولى بهم عدم الاندماج مع أنظمة دول قومية راسخة وعميقة كتركيا وإيران وسوريا. مشان تعرفوا حجم الخبث والدناءة في الطرح الأوجلاني المعادي للأفكار القومية الكردية، ويعادي لهيك العروبيين بيحبوا أوجلان، العروبيين اللي يعني هواهم يساري على قومي على بعثي على ناصري، بيحبوا هذا الطرح الأوجلاني الخزعبلاتي الهلامي الذي يحاول أن يفرغ الشعب الكردي والمجتمع الكردي من الوعي القومي والطروحات القومية. لهذا السبب الأتراك الطورانيين ودولة باختري بيمدح عبد الله أوجلان لأنه قدم لهم إنجازات حقيقية. الآن يعني خلاصة هذا المقال وهو طويل، هذه هي الإنجازات التي حققها أوجلان وصبت في طاحونة الدولة القومية التركية وخدمت مصالح تركيا وستبقى تخدم تركيا. أنا لست معترضا على السلام، لست معترضا على حل حزب العمال الكردستاني، في 60 جهنم يروح هذا الحزب وسلاحه واستطالاته إلى الجحيم، إلى الجحيم. لكن ما يطرحه هذا الحزب وما يفرضه هذا الحزب على الشعب الكردي من هذا الشكل، يعني هذا النموذج الاستسلامي الاندماجي الانحلالي في دولة قومية تركية وفي دولة قومية إيرانية وفي دولة قومية عروبية إسلامية جهادية سلفية جولانية مثل اللي في سوريا، هذا اللي أنا ضده. الطروحات الأوجلانية التي يصدر وتساق لها وكأنه هي قضاء وقدر للكرد، أنا ضد هذا السلوك، أنا ضد هذا الاستبداد في فرض هذا النموذج على أنه الحل الأسمى والأجمل والأفضل والأنقى والأنسب للشعب الكردي. هذه